لو بتأسس كهرباء الشقة بتاعتك خد بالك من شوية التفاصيل دي. أهم حاجة تكون عارف الشقة هتتفرش ازاي. والأحسن إنك تعمل 2D تحدد فيه أماكن الفرنتشر. سعره ما بيكونش غالي وهيوفر عليك فلوس كتير وممكن تتصرف في الفاضي. لو ما تعرفش مهندس بيعمل تصميم كلمني وأنا أعمله لك. تاني حاجة اطلب من الكهربائي ياخد شرب للشقة بميزان الليزر عشان كل العلب تكون موزونة على خط واحد. واعمل خط تكييف في كل أوضة حتى لو مش هتركب التكييفات دلوقتي. واطلب من الكهربائي يكون سلك الدش في خرطوم لوحده عشان تكون الإشارة 100%. واعمل حساب مفتاح الديفيتير في أوضة النوم والطرقة. واعمل لكل أوضة خط إنارة وخط برايز وخط تكييف. وفي المطبخ اعمل لكل جهاز خط لوحده زي الغسالة والميكروويف والسخان. ركب لوحة تيار خفيف ودي بيتجمع فيها سلك الدش والتليفون وممكن تحط فيها راوتر وشكلها بيكون أحلى من بواط التجميع القديم. بعد تأسيس الشغل خلي الكهربائي ينور الشقة كلها ويحط في كل أوضة باريزة أو اتنين عشان الصناعية هتحتاجها بعد كده في تشغيل المعدات. خد بالك قبل ما تسحب السلك أمن الشقة كويس وحاول تقفل كل الشبابيك عشان السلك أسهل حاجة بتتسرق في الموقع. اعمل حساب كشاف طوارئ في كل أوضة واعمل حساب كاميرا مراقبة قدام الشقة. وما تنساش تعمل لي لايك وفولو ولو عندك سؤال اكتبه لي في الكومنت.